أهلا بيكم في إدارة FM على أعلى موجة، البودكاست اللي بنتكلم فيه عن الإدارة والشغل والنجاح بطريقة بسيطة خفيفة ومن قلب الواقع. وفي كل حلقة هناخد كتاب جامد نقرأ فيه ونقول لكم أحلى ما فيه، سواء كنت لسه بادئ في الشغل أو ماسك فريق أو حتى بتدور على طريقة تدير بيها يومك. إحنا هنا علشان نساعدك تتعلم وتطور من نفسك خطوة بخطوة. فيلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. النهاردة هنتكلم عن كتاب عمل قلق ودوشة كتير، اللي هو 4 ساعات عمل في الأسبوع لتيم فيريس. هنبص على الملخصات والأفكار الأساسية بتاعته. السؤال اللي بيطرح كده صادم شوية، يعني هل ممكن بجد نشتغل ساعات قليلة قوي ونركز قوي فنعيش الحياة اللي نفسنا فيها دلوقتي، مش كمان 20-30 سنة؟ هو مش بيقول اكسب فلوس سهلة وخلاص. لا طبعا. الفكرة أعمق، طريقة تفكير مختلفة خالص عن الشغل والحياة. بالظبط. والكاتب نفسه تيم فيريس هو ما جربش الوصفة دي من الهوا، لا هو وصل لها بعد ما كان بيطحن نفسه في الشغل. كان بيشتغل أكتر من 80 ساعة في الأسبوع في شركته. يا كتير قوي جدا. فحس إنه خلاص اتحرق، فقرر يعمل ثورة، يعيد تصميم حياته وشغله. الشعار بتاعه كان صمم حياتك، ما تخليش حد يصممها لك. والنقطة دي قوية جدا كبداية، فكرة إننا مش لازم نقبل الوضع وخلاص، يعني ممكن قوي ناخد خطوة لورا ونشوف إيه اللي ممكن يتغير، إزاي نعيد التصميم ده بنفسنا. دي لوحدها يعني بتفتح أبواب كتير. فعلا. وأول حاجة جريئة بيقولها لازم نعيد تعريف كلمة نجاح. يعني إيه نجاح أصلاً؟ الكتاب بيهاجم فكرة إن النجاح ده وظيفة مستقرة 40 ساعة في الأسبوع ونستنى المعاش عشان نرتاح. بيقول لأ، النجاح الحقيقي إنك تتحكم في وقتك، فلوسك، حريتك. وهنا بقى السؤال المهم بيجي، هو إيه الأهم، الوقت ولا الفلوس؟ وهل الفلوس دي بتعوض العمر اللي بيروح؟ أصل المجتمع بمرمته بيقنعنا إن الشغل الكتير ده هو الصح. هو الإنجاز، أيوه، الكتاب بيشكك في دي. بالظبط. طيب إزاي نوصل لده؟ أداة تانية أساسية بيقدمها وهي قاعدة 80-20. مبدأ باريتو. أيوه، ببساطة إن حوالي 80% من النتائج اللي بنوصل لها، سواء أرباح بقى أو إنجاز شغل، بتيجي من 20% بس من المجهود أو المصادر. يعني ممكن عاملين بس من كل 10 هم اللي بيجيبوا 80% من المكسب. بالظبط. السؤال بقى، ليه ندي نفس الوقت والمجهود لل80% الباقيين من العملاء أو المهام اللي تأثيرهم قليل؟ التحدي هنا مش بس نفهمها، لا، التحدي إننا نلاقي الجرأة نحدد فين 20% الفعالة دي ونركز عليها بكل طاقتنا. والأصعب كمان إننا نقرر نتجاهل أو نقلل قوي الشغل في ال80% الباقيين. صح. ده عكس فكرة لازم أعمل كل حاجة اللي تربينا عليها. محتاجة تحليل وشجاعة بصراحة. طب وال80% دي نعمل فيها إيه؟ هنا بقى بتيجي فكرة التفويض والتخلص من عقلية أنا وبس. فيريس بيشجع جدا إننا نفوض المهام الروتينية، الحاجات اللي مش محتاجة تدخلنا المباشر، ممكن لمساعدين افتراضيين أو فرق عمل خارجية. أصل الهدف هنا مش بس إنك ترمي الشغل على حد تاني، لا، الهدف أعمق. اللي هو إيه؟ إنك تحرر وقتك وطاقتك الذهنية عشان تركز في الحاجات اللي ليها قيمة أعلى بجد. التفكير الاستراتيجي، الابتكار، تطوير البيزنس نفسه. يعني تشتغل على البيزنس مش بس جوه البيزنس. فهمتك. وده بقى أسهل دلوقتي مع التكنولوجيا والمساعدين الافتراضيين وكده. أكيد بقى متاح أكتر بكتير. نقطة تانية بتشد قوي في الكتاب، بناء مصادر دخل مش مرتبطة بوقتك بشكل مباشر، الدخل السلبي. الباسيف إنكم. زي مثلا بيع كورسات أونلاين، كتب رقمية، تعمل متجر إلكتروني بسيط، أو اشتراكات شهرية في خدمة معينة. الفكرة هنا إنك بتنتقل من عقلية إنك بتبيع وقتك مقابل فلوس زي الموظف لعقلية بناء أصول أو أنظمة هي اللي بتجيب الفلوس. يعني زي اللي بيبني عمارة ويأجرها. بالظبط كده. طبعا ده محتاج مجهود كبير في الأول وتخطيط ومش مضمون 100%، لكن لو نجح بيفصل بين وقتك وبين دخلك. دي النقلة الكبيرة. ومع كل ده بتيجي فكرة تانية، التحرر من المكان. الكتاب ده سبق عصره في الدعوة للشغل من أي حتة فيها نت. فعلا اتكلم عنها بدري قوي. هو نفسه عمل كده، سافر واشتغل من بلاد كتير وهو بيطبق الكلام ده. دلوقتي الموضوع ده بقى عادي، يعني العمل عن بعد بقى منتشر، بس هو كان بيربطها أكتر بفكرة تصميم أسلوب الحياة نفسه، الحرية الجغرافية كجزء من الاختيار. وآخر فكرة بقى لفتت نظري قوي، وبحسها بتقلب ترابيزة المفاهيم التقليدية للشغل، إجازات التقاعد المصغرة. الميني ريتايرمنت.
دي فكرة ممتازة. يعني بدل ما نطحن نفسنا 40 سنة ونستنى المعاش اللي ممكن ما نلحقوش، ليه ما ناخدش فترات راحة طويلة ومنتظمة، شهر 3 6 موزعة على مدار الكارير بتاعنا؟ نسافر، نتعلم لغة، نلعب رياضة، أي حاجة تجدد طاقتنا ونفسيتنا. بالظبط. دي بتخلي الراحة مش مجرد مكافأة في آخر المشوار، لا دي جزء أساسي عشان تقدر تكمل أصلا، وعشان تتجنب الاحتراق النفسي. وعشان نعيش الحياة دلوقتي مش نأجلها. هي دي بتبقى استثمار في جودة حياتك دلوقتي وبعدين، وبتعيش تجارب أغنى بكتير على طول الخط. يبقى خلاصة الكلام ده كله إن 4 ساعات عمل في الأسبوع مش روشتة سحرية أكيد، لكنه دعوة قوية وجريئة إننا نعيد التفكير في كل حاجة بنعملها في شغلنا وحياتنا. الفكرة مش بس نشتغل أقل وخلاص، لأ، نشتغل بذكاء أكتر ونركز قوي على الحاجات اللي بتفرق بجد، عشان في الآخر نكسب وقت وحرية لحياتنا نفسها. وده بيطرح سؤال مهم قوي في الآخر. هل الشغل الكتير والانشغال الدايم اللي بنشوفه حوالينا ده وساعات بنتباهى بيه هو فعلا مقياس للإنتاجية الحقيقية؟ أو للأهمية. بالظبط. ولا ممكن يكون مجرد وهم بيغطي على إننا مش عارفين نحدد أولوياتنا صح، أو مش عارفين نركز على الحاجات الجوهرية فعلا في شغلنا وفي حياتنا؟ سؤال محتاج وقفة وتفكير. وفي النهاية شكراً ليكم على متابعتكم، ولو في أي استفسار سيبوه في الكومنت، وفي انتظار أسئلتكم دايماً.